السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ مصر القديم مليء بالأحداث الهامة والكبيرة اللي فيها الكثير من الجهد والتعب عشان يبني مصر القديم الحضارة اللي كل العالم منبهر بيها حتى الآن وبيحاول يعرف أسرارها. تعالوا بينا نغوص ونعرف مع بعض جزء من هذه الأسرار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. الهكسوس وغزو مصر. وكلمة الهكسوس تعني في اللغة الهيروغليفية الحكام الأجانب، وهم شعوب وقبائل من غرب ووسط آسيا، وبعدها أتوا إلى بلاد الشام ثم إلى مصر. وأثبت العلماء أخيرا أنهم لم يأتوا كغزاة كما كنا نعتقد، بل إنهم دخلوا مصر في جماعات في منتصف عصر المملكة المتوسطة في عهد الملك سنوسرت الثاني، وهو الملك الرابع في الأسرة ال 12 من 1897 ل 1878 قبل الميلاد. وكونوا تدريجيا قوة سياسية واجتماعية، وزاد نفوذهم بالتدريج في عصر الأسرة ال13 اللي استمرت من 1786 إلى 1633 قبل الميلاد، حتى تمكنوا من تأسيس الأسرة ال15 في عام 1674 قبل الميلاد تقريبا. واتخذ الهكسوس من مدينة أفاريس اللي بتقع شرق الدلتا، وهي تل الضبعة حاليا، عاصمة لحكمهم. وقامت بعثة نمساوية في ستينيات القرن العشرين بالعثور على بعض آثارهم فيها. بعدها استطاع الهكسوس السيطرة على معظم الأجزاء في مصر، وكانت الهكسوس بتحكم الجزء الأكبر من مصر في ظل وجود الأسرة ال14 اللي تقلص الجزء اللي كانت بتحكمه بسبب استيلاء الهكسوس عليه. وتم الكشف عن أسماء حوالي 23 ملك من ملوك الهكسوس اللي حكموا مصر، اللي كان سجلهم الكاهن والمؤرخ المصري مانيتو قديما في مخطوطات. وقال كمان إن في 3 أسر من الهكسوس تناوبوا على حكم مصر، من الأسرة ال15 اللي ضمت حوالي 6 ملوك، والأسرة ال16 اللي ضمت 32 ملك، والأسرة ال17 اللي ضمت 43 ملك. كل ده اتكون من أمراء طيبة في الجنوب، وأشهر ملوك الهكسوس هم خيان وأسر رع أبو فيس، والاتنين من ملوك الأسرة ال15. واستطاع الهكسوس إنهم يوسعوا دائرة حكمهم إلى بلاد النوبة في الجنوب. وعبد الهكسوس الإله ست اللي اتعرف باسم السوتخ، وكانت العاصمة أفاريس مركز للعبادة عندهم. واستعمل الهكسوس البرونز وأدخلوا السيف المقوس والعربات الحربية اللي بيجرها الخيول إلى مصر لأول مرة. وفي نهاية الأسرة ال17 بدأ كاموس آخر ملوك الأسرة ال17 من طيبة الحرب على الهكسوس، واستطاع محاصرة عاصمتهم أفاريس ليمنع الإمدادات اللي كانت بتوصل لهم من ملك النوبة، لكنه لم يستطيع دخولها، فرجع مرة تانية إلى طيبة. وبعده بدأ أخوه أحمس تكملة ما بدأه أخوه لتحرير البلاد من حكم الهكسوس. الملك أحمس الأول هو ابن الملك سكن الرع وشقيق الملك كاموس آخر ملوك الأسرة ال17. في عهد أبوه سكن الرع بدأ النضال ضد الهكسوس لتحرير البلاد من طيبة العاصمة. وعندما بلغ أحمس 7 سنوات قتل والده في الحروب. بعدها أكمل أخوه الأكبر الملك كاموس المسيرة في حربهم لتحرير البلاد من الهكسوس، لكنه توفى بعد 3 سنوات فقط من النضال لأسباب غير معروفة. بعدها تولى أحمس العرش وهو لم يتجاوز سن العاشرة. ومن ألقابه المشهورة لمبتي رع أو سيد القوة رع. واستطاع أحمس الأول تكملة ما بدأه أبوه، فإن بدأ بتطوير الجيش وأدخل العجلات الحربية اللي بيجرها الخيول اللي كان الهكسوس بيتفوقوا بيها على الجيوش المصرية، وطور النبال الحربية بأنه زود السهام برؤوس حديدية. ولما وصل لسن 19 سنة بدأ الحرب الفعلية مرة تانية، بعد ما أكمل استعدادات الجيوش بتدريب الجنود وتطوير الأسلحة، واستطاع هزيمتهم وطردهم شر طردة. وكانت المعركة عام 1580 قبل الميلاد. وأسس أحمس الأول الأسرة 18 اللي كان أهم ملوكها الملكة حتشبسوت ونابليون العصر القديم أو تحتمس الثالث. الملكة حتشبسوت، ومعنى الاسم هو خليلة آمون المفضلة على السيدات، أو خليلة آمون درة الأميرات، أشهر ملكات مصر القديمة وأقواهم وأكثرهم نفوذ. ولدت حتشبسوت عام 1508 قبل الميلاد، وهي الابنة الكبرى للملك تحتمس الأول اللي رباها على حب العلم من صغرها، فتعلمت واتثقفت على أعلى مستوى موجود وقتها. فقد درست الحساب والفلسفة وقواعد اللغة والإنشاء والطقوس الدينية على يد أشهر العلماء والمدرسين، بالإضافة إلى تعليمها السلوك الصحيح والأخلاق الفاضلة.
ولكن إزاي استطاعت حتشبسوت الوصول للحكم برغم من إنها امرأة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. كان لحتشبسوت عقل راجح بعد إتمامها مرحلة التعليم، علشان كده كان أبوها الملك تحتمس الأول بيستشيرها في أمور الملك، بل إنها أصبحت تحكم معاه. ولما وصلت لسن 20 مات أبوها الملك، ولم يكن لها إخوة ذكور من أمها الملكة، ولكن الأخ الوحيد ليها هو أخوها غير الشرعي من أبوها الملك وهو تحتمس الثاني. وحاولت إنها تتولى الحكم بعد أبوها، ولكن تقاليد البلاط الملكي ودسائس الكهنة تدخلت لتمنع توليها الحكم لكونها امرأة. لذلك كان عليها إنها تتجوز أخوها الغير شرعي تحتمس الثاني ليصبح الملك والفرعون الجديد، وتصبح هي مجرد زوجة للفرعون. وتحتمس الثاني وصفوه بإنه كان نحيف ضعيف البنية وما عندوش أي خبرة بإدارة شؤون البلاد والحكم، وفترة حكمه لم يذكر عنها الكثير. لكن بيتقال إن في ثورة قامت في عصره في الجنوب، والمفروض إنه كان يخرج على رأس الجيش عشان يخمدها زي ما كان بيعمل أبوه الملك تحتمس الأول، ولكنه بعت بعض الجنود عشان يخمدوها. وبعد فترة من جوازهم مرض تحتمس الثاني مرض شديد، وأصبحت زوجته حتشبسوت هي اللي بتدير شؤون الحكم والبلاد. وأنجبت حتشبسوت من جوزها ولد وبنتين، لكن الولد مات وهو طفل. أما تحتمس الثاني كان قد أنجب ابنه تحتمس الثالث من جارية عنده. واستطاعت حتشبسوت خلال فترة مرض جوزها تجميع الأعوان حواليها لمساندتها في تثبيتها على عرش البلاد، وبالفعل استطاعت إنها تعمل ده. وبعد فترة توفى جوزها الملك تحتمس الثاني عام 1501 قبل الميلاد، وكان عمر حتشبسوت وقتها حوالي 34 عام. وفي البداية كان الحكم بالمشاركة بينها وبين ابن جوزها تحتمس الثاني، إلا أنها نحته بالتدريج وجعلته يتفرغ للتعليم والتدريب، وانفردت بحكم مصر وحدها. وتم إعلانها ملك على الصعيد والدلتا كفرعون عام 1478 قبل الميلاد. واتسم حكم حتشبسوت بالسلام والرفاهية نتيجة لقوة الجيش وكثرة البناء والتأشير والرحلات التجارية مع البلاد المجاورة. وفتحت المناجم والمحاجر اللي كانت أهملت لفترة طويلة في عهد الهكسوس، وخاصة مناجم النحاس والملاخيط في شبه جزيرة سيناء. واهتمت ببناء أسطول كبير من السفن التجارية لتنشيط حركة التجارة. ومن الرحلات المذكورة اللي تعرف عليها الأثريين بعثة المحيط الأطلسي اللي استطاعت به استيراد بعض أنواع السمك النادر، وبعثة بلاد بونت اللي راحت عبر البحر الأحمر محملة بالبضائع المصرية والبرديات والكتان إلى بلاد بونت اللي هي الصومال وجنوب اليمن حاليا، ورجعت محملة بكميات كبيرة من الحيوانات المفترسة والأخشاب والبخور والأبانوس والعاج والجلود والأحجار الكريمة. وبعثة أسوان اللي راحت إلى محاجر الجرانيت في أسوان لجلب الأحجار الضخمة. وذكر أنهم لما أتموا تصنيع المسلتين من الجرانيت في أسوان تمجيدا للإله آمون، واللي كان وزن الواحدة منهم يصل ل 35 طن، تم نقلهم بعد كده عبر النيل حتى وصلوا إلى طيبة واستقروا في معبد الكرنك في الأقصر. الرحلة اللي بهرت المهندسين إلى اليوم في كيفية نقل كل الوزن دوت. ولما جه نابليون إلى مصر أخذ واحدة منهم عام 1879، وهي موجودة الآن في ميدان كونكورد في باريس. كما إن في عصر حتشبسوت تم عمل أكبر مسلة في تاريخ البشرية، والغريب أنها مكونة من حجر واحد فقط وتزن حوالي 1000 طن، ليتم وضعها في معبد الكرنك. إلا أن المصريين القدماء تركوها بعد ما اكتشفوا وجود شرخ فيها اللي منعهم من استخدامها. وبيتم زيارة المسلة دي حتى الآن في منطقة محجر أسوان، وكلهم بيتساءلوا سؤال واحد، وهو كيف كان المصريين هيستطيعوا نقل المسلة ديت إلى معبد الكرنك لو أنهم أتموا صنعها؟ الحملات العسكرية في عصر حتشبسوت. تميز عصر حكم الملكة حتشبسوت بالسلام، ولكن كان هناك بعض الحملات العسكرية القليلة، مرة على النوبة وأخرى إلى سوريا وفلسطين، وحملة على ماو. وكانت حتشبسوت بترتدي ملابس الرجال بدلا من ملابس النساء تمثلا بالرجال، حتى إن بعض تماثيلها صممت بذكر مستعارة مثل تماثيل الفراعنة من الرجال، لأن ملابس الرجال توحي بقوة الفرعون. واستمر حكم الملكة حتشبسوت 22 سنة حتى وفاتها عام 1457 قبل الميلاد، وذكر ذلك على لوحة وجدت بأرمنت. وتم التحقق من سبب الوفاة، ويرجع السبب في موتها إلى إصابتها بمرض السرطان أو السكر. وقبرها موجود في وادي الملوك، ووجدوا تابوتها بجوار تابوت أبوها تحتمس الأول. خلصت حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.